السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في عالم الحيوان دايما بنسمع عن الأم اللي بتضحي بكل حاجة عشان ولادها، واللي ممكن تدافع عنهم بدمها قدام أي خطر. لكن تخيل كده معايا، في كائنات على عكس الصورة دي تماما. تصرفاتهم تجاه صغارهم ممكن تكون صادمة لدرجة إنك ممكن تقول إنهم أسوأ الأمهات والآباء في الطبيعة كلها. النهاردة هنتكلم عن أغرب وأشد تصرفات غريبة من كائنات بتعتبر ولادها عالة أو حتى أعداء، وساعات بياكلوهم كمان. كل واحد من دول ليه قصة غريبة. يلا بينا. أول حكاية معانا هي عن الأرملة السوداء، ودي عنكبوتة مشهورة بلقبها الغريب ده. قصة الأرملة السوداء في عالم الحيوانات حاجة تخليك تعيد التفكير في مفهوم الحب والرعاية. الذكر لما بيتقدم للأنثى بيبقى عارف إن الموضوع ممكن ينتهي بنهاية مأساوية، لأنه بعد التزاوج الأنثى ساعات بتتخلص منه بإنها تهاجمه وتاكله. زي ما سمعت كده، الزوجة بتخلص على زوجها وبتحوله لوجبة بعد التزاوج مباشرة. ومش بتكتفي بكده، لما بتفقس البيض الصغار نفسهم بيبقوا في منافسة رهيبة لدرجة إنهم ممكن ياكلوا بعض. الأم هنا مش بتدي أي فرصة للرحمة، وبتبدأ قصة الحياة بمشهد درامي بين الأبناء اللي لسه طالعين للدنيا. طيب إيه رأيك في القروش الرملية؟ القروش دي بتحب تبدأ الصراع من قبل ما يخرجوا للدنيا أصلا. الجنين وهو لسه في بطن الأم بيدخل في صراع دموي مع إخواته. كل جنين بيحاول ياكل إخواته قبل ما يخرج، وده كله عشان يبقى هو الناجي الوحيد، يعني اللي بيشوف النور أخيرا. هو القرش اللي قدر ينتصر في المعركة الدموية. كل ده بيحصل في بطن الأم، وهي ولا هنا مش فارق معاها مين عاش ومين مات. وكمان عندنا الباندا العملاقة، الكائن اللطيف اللي دايما بنشوفه بيلعب وبياكل بامبو. بس الحقيقة إن الأم الباندا لما بتجيب توأم بتختار طفل واحد تهتم بيه، وتسيب التاني لمصيره. طيب ليه؟ لأنها شايفة إن مواردها مش كفاية لرعاية اتنين، فتقرر تضحي بواحد عشان التاني يبقى عنده فرصة أكبر إنه يعيش. يعني في اللحظة اللي بنشوف فيها الباندا لطيفة وهادية، الحقيقة بتكون إنها أم بتتخلى عن نص ولادها من أول دقيقة. طيب والنسر أو العقاب؟ النسر الأصلع مش بس بيختار واحد يهتم بيه، لأ ده بيسيبه يتصارع مع أخوه. والعجيب إن الأم والأب واقفين بيتفرجوا على الصراع. الفرخ الأكبر اللي بيفقس الأول بيبدأ في فرض سيطرته على أخوه الأصغر، ولو لقى الفرصة إنه يخلص عليه هيعمل كده. فالنهاية هنا دايما للفرخ الأقوى، والضعيف بيبقى نهايته محسومة من أول لحظة. وفي كمان ضفدع القصب، اللي الصغار بتوعه بيعيشوا مع بعض في المية بعد الفأس. الطبيعي إن الصغيرين بيتحدوا مع بعض وبيحموا نفسهم، لكن هنا العكس تماما. اليرقات أو الشراغف بتهجم على بعض وبتتغذى على بعضها في مشهد أشبه بحلبة مصارعة. الأم والأب مش بيكون ليهم أي دور، وكأنهم بيقولوا للصغار اللي عاوز يعيش لازم يكون قوي من البداية. أما سمكة البلطي فقصتها غريبة برضه. الأم بتحط البيض في بقها عشان تحميه، وبتفضل محتفظة بالصغار في بقها بعد ما يفقسوا. لكن لو الأم حست بجوع أو خطر ممكن تاكلهم. بتتحول من أم حنونة لحيوان بيدور على البقاء بأي تمن. هنا الأمومة ممكن تكون مجرد غريزة مؤقتة بتنتهي لو تعرضت الأم لضغط كبير. نيجي لواحد من أندر الطيور في العالم وهو الكاكابو. الأم الكاكابو مش بتهتم بالصغيرين بتاعها بشكل كافي، بتفضل تغذي نفسها، ولما بتجيب الصغيرين مش بتتفرغ ليهم كفاية، ولما بيكونوا محتاجينها مش بتكون موجودة. وده بيخلي كتير منهم يموتوا قبل ما يوصلوا لعمر النضوج. الأمومة هنا موجودة بس في الظاهر، لكن في الواقع الصغيرين بيدفعوا الثمن. وأخيرا، أرنب الجاك اللي بيسيب صغاره في مخبأ بعيد وما بيشوفهمش إلا مرة في اليوم. يعني الولاد اللي لسه مولودين مش بيشوفوا أمهم كتير، وهي كانت بتسيبهم يعتمدوا على نفسهم من أول لحظة. في النهاية عالم الحيوان مليان قصص وتصرفات قد تبدو قاسية أو غريبة من منظورنا كبشر، لكن في الحقيقة كل سلوك من دول بيكون نابع من احتياجات وظروف البقاء في البيئة الطبيعية لكل نوع. شكرا، واشوفكم فيديو جديد. سلام.